الأسطورة الحقيقية مش الخطيب ولا حسن شحاتة ولا أبو تريكة ولا السولية ولا حسام حسن ولا علي معلول ولا الكلام ده خالص. الأسطورة الحقيقية تتمثل في المدعو محمود عبد الرازق الشيكابالا. المدعو محمود عبد الرازق الشيكابالا هو الأسطورة الحقيقية فعلا، اللي مش للأهلي بس، ده المصري كمان. امبارح واول امبارح والله زوري وجعني وحتى لحد دلوقتي زوري وجعني جدا، لاني يعني فرحتي بالاسطوره عدت كل الحدود. الحمد لله رب العالمين. ربنا دايما بيدي اللي بيتعب، والله بيدي اللي بيتعب. الحمد لله رب العالمين. احنا كسبنا مباراه السوبر اول امبارح بفضل ربنا اول حاجه، وبفضل الاسطوره الحقيقيه محمود عبد الرازق الشيكابالا. فعلا يا ابني والله انا بحبك لله في لله. ربنا يا رب يحميك ويخليك ويطول في عمرك كرويا، وتفضل تلعب في الزمالك لحد 50 و55. كمل يا باشا، كمل ما يهمكش. انت بركه، انت بركه البركه. الماتش بدأ، الاهلي كان غاسل الزمالك كرويا غسيل ومكوى، غسيل ومكوى. كورتين في العارضه، واحده لاسام ابو علي، واحده لعطيه الله اللي عمل احلى ماتشاته، احلى ماتشاته لحد دلوقتي في النادي الاهلي. وفرصتين انفرادين كاملين، واحده برده لاسام ابو علي وحسين الشحات. وايز بينو فاجأ جميعا في الدقيقه 25 26 27 حاجه زي كده. حاجه بقى شغل افراقه، شغل افراقه فعلا. هو يعني وانا ما غلطتش فيها، هو فعلا كانت افراقه. حاجه غريبه، غريبه جدا كده. وحاجه كره تتعمل عرضيه من زيزو تترد هوب هوب جول. يلا الزبادي، الملوخيه، الباميه، كوره باميه. وطبعا احسن تسعه في مصر سيف هو الاصل، هو اللي حط الجول. بس الحمد لله رب العالمين الكوره كانت اوفسايد. اوفسايد مش اوفسايد مش فارقه كتير بصراحه. يعني انت عايز تحسبها احسبها، او عايز تكون مقتنع بيها اقتنع بيها. انا بالنسبه لي انا بحب الحاجات دي، والله بحب الحاجات دي جدا، لانها حاجات بتعلم فيكوا اكتر وبتكدكوا اكتر وبتضايقوا اكتر الحقيقه يعني. الزمالك ما جاش كرويا، ما جاش فعلا 90 دقيقه، او خلينا اقول للانصاف 45 دقيقه اولى الزمالك ما جاش تماما. الاهلي كان عامل كل حاجه في الملعب. كولر عمل تشكيل صح من غير ما يالف ومن غير ما يجود. لاعب كل لعيب في مركزه، لاعب الاحسن دلوقتي في الوقت الحالي. يعني مثلا لما بدا بطاهر محمد طاهر عن بيرسي تاو، ده القرار الاصح. طاهر على فكره واحد من احسن لعيبه في النادي الاهلي دلوقتي. امكانياته مش عاليه قوي، بس هو بيأدي بروح عاليه جدا، وبيلعب السهل وبيجري كتير وبيقاتل وبيلعب بروح لا عالي جدا. الله اكبر، ربنا يا رب يحميه ويحافظ على مستواه. كولر ما الفش، كولر ما الفش. خليني بس اقول شويه حاجات كده يا جماعه عن السوبر ده. مبدئيا اللي بيهاجم جوميز، جوزيه جوميز مدرب كويس قوي 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 قوي. عمل لقطه كده لما سحب زياد كمال وطلعه بره، وراح منزل الراجل اللي اسمه مشالك ده، ولاعب ناصر ماهر بدا شويه ينزله لقلب الملعب على الدايره، بدا يمسك الكوره البسيطه القصيره ما بين لعيبه الزمالك. عملت نوع شويه من انواع الاستحواذ اللي كان غايب جدا عنهم فتره ال 35 دقيقه 36 دقيقه الشوط الاول لحد ما زياد كمال خرج. جوميز مدرب كويس قوي قوي قوي. بس انا عندي تعقيب بسيط جدا. ما ينفعش تلعب قدام الاهلي بنفس السيستم كل ماتش، لان الاهلي مش هيرحم. هو ده الاسد بقى، مش هيرحم بجد. ده ملك افريقيا زي ما عطيه الله قال عليه. الاهلي مش هيرحم، مش هيرحمك. هو نزل داس عليك كرويا، داس عليك حقيقه. انا من زمان جدا، ودي قلتها حتى في لايف بعد الفيديو، من زمان جدا ما شفتش الاهلي دايس على الزمالك فنيا كده. الزمالك كان ابيض يابا، ما جاش الشوط الاول، ما جاش الشوط الثاني. بدا برده اول ربع ساعه الاهلي دايس على الزمالك، وكان باين جدا الرغبه عند لعيبه الاهلي، وكان باين جدا قد ايه في غل كروي اللي احنا كنا بنقول عليه. زوري يا جماعه بسبب الاسطوره رايح في داهيه. والله ربنا يحميك يا شيكابالا، اللهم احميك يا شيكابالا، اللهم احميك يا شيكابالا. اسطوره بمعنى الكلمه، اسطوره بمعنى الكلمه. ده الاسطوره الحقيقيه. ما علينا. ربع ساعه في الشوط الثاني الاهلي كان ماسح الزمالك برضو، ماسك كوره وبيروح وبيهاجم وبيضيع. ما جاش الزمالك. بدا بقى يشم نفسه في ايه، في المرتدات نوعا ما. هي كوره واحده خطيره جدا على نادي الاهلي طوال 120 دقيقه. كوره زيزو ناحيه الشمال اللي رامي ربيعه غلط فيها عشان الضمه او الخلفيه اللي كان ماسكها، كان مصاب. فلما عمل تاكلينج ما عملش تاكلينج صح، ما طلعش الكوره صح، ما قطعش الكوره صح. زيزو عملها بالعرضيه، احسن تسعه في مصر، وداها ورا القصر على طول. ما الحمد لله ما دخلتش جول، الحمد لله رب العالمين. كان هيبقى يومنا اسود على دماغنا. الحمد لله خلصت 90 دقيقه ولعبنا 120 دقيقه، او كملنا ال 120 دقيقه ووصلنا
لنقطه اللا عوده. ايه نقطه اللا عوده؟ البينالتيز، ضربات او ركلات الجزاء او ركلات الترجيح. هي ركلات ترجيح بتسمى ركلات ترجيح في الوقت او بعد الوقت الاصلي، وتسمى ضربات جزاء في ودين 90 دقيقه او في فتره 90 دقيقه، فهي اسمها هنا ركلات ترجيح. كان هيكسبونا تاني الحمد لله رب العالمين. اللي كان باين جدا، ودي حاجه يمكن ما اعرفش حد اتكلم عليها ولا لا، ما شفتش، بس كولر كان واضح جدا جدا ان هو ممرر لعيبتنا كويس، ممرر لعيبه الاهلي كويس. طبعا احنا ترتيب اللعيبه او ترتيب التسديدات مش بتاعته هو او بتاعتهم هم، بيتفقوا على مين هيبدا ومين هيتاخر ومين هيبقى رابع ومين هيبقى خامس، ولو كملنا واحده واحده زي ما حصل مين هيبقى سادس وسابع وهكذا. بس اللي كان هاممني قوي في الموضوع هو تركيز لعيبه الاهلي، تركيز لعيبه الاهلي جدا، باستثناء يعني مثلا ركله الجزاء عمرو السوليه حلو قوي، ركله الجزاء عمر كمال عبد الواحد حلو قوي، ركله الجزاء عطيه الله كويسه، ركله الجزاء قفشه تمام. عندي بس مشكله بسيطه مع المستوى العام لرضا سليم. رضا سليم انت بيجي لك فرص كتير، واحنا بنهاجم كولر من وقت للتاني انك تلعب اساسي، بس اللي انا بشوف منك ده ما ينفعش تلعب اساسي. واضح جدا ان الراجل بيشوف هو الصح. رضا سليم مش في احسن حالاته، ولما يجي لك فرصه ارجوك امسك فيها. وانا مش بتكلم بس على اضاعتك لضربه الجزاء، لا انا بتكلم كمان على مستواك في الفتره اللي لعبت فيها بديل لنجم المباراه بالنسبه لي انا من الاهلي. يعني هنتكلم على تقييم اللعيبه، بس من نجوم المباراه حتى على الاقل هو بتاع ده، هو طاهر محمد طاهر. فرجوعا بقى لرضا سليم، رضا سليم محتاج تركز شويه، محتاج تقف على رجلك شويه، شوف اللي ناقص واعمله، عشان انت لعيب كويس وموهبه كويسه وعندك امكانيات. الى ان جاءت لحظه الحسم، لحظه المدعو محمود عبد الرازق شيكابالا الاسطوره يا جماعه. والله 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 انا بشكر ربنا من هنا لكتير قوي، مش عشان كوره بس، طبعا في حياتنا بنحب نشكر ربنا على كل النعم، بس المختصين بالكوره واللي بيحبوا الكوره يفهموا كلامي شويه. لو كانت الكوره دي دخلت اقسم بالله ما كنا هنشوف يوم عدل في الفتره الجايه، خصوصا ان هم بيعرفوا يزيتوا، هم بيحبوا الزيطه، بيعرفوا يزيتوها. وخلي بالك هو الحرمان، يعني هقولها تاني، الحرمان يا جماعه، هقولها تاني، الحرمان يا جماعه. كل ما انت يعني محروم من حاجه بيبقى عندك نهم ليها كده، عارف، غل كده، نفسك محروم بطولات، ما بياخدش بطولات كتير في حياته. فلما بيجي له بطوله كل مره، او كل بطوله بياخدها، بيحس بقى اللي هو خلاص الدنيا وقفت، خلاص انا فين؟ انا مين؟ انت مين يا ابني؟ انا الزمالك؟ لا يا بابا انا الاهلي. انا الاهلي ملك افريقيا، وحش افريقيا، اللي بينامك وبينام غيرك من المغرب. انا الاهلي، انت مين تاني؟ انا الاهلي، انت مين؟ المهم دخل المدعو محمود عبد الرازق شيكابالا، كان عايز ياخد اللقطه وكان عايز ياخد التحفيله بشويه ايه، فليفر كده، فيها شويه ايه، خروج عن النص، بشويه قله ذوق، بشويه قله ادب ممكن، وكان عايز ياخد اللقطه. انما ربك والله العظيم، ربك ومحمد الشناوي، او محمد الشناوي، بعد طبعا يعني بعد فضل ربنا علينا الحمد لله رب العالمين، محمد الشناوي كان واحد من نجوم المباراه برضه الحمد لله رب العالمين. محمد الشناوي انقذ جمهوريه مصر العربيه، اقسم بالله يا جماعه انقذ الاهلاويه من مصيبه كانت ممكن تحصل. وانا عايز اقول لك حاجه، هي تكاد تعادل القضيه ممكن. انا بالنسبه لي ده الانقاذ ده يكاد يعادل في اهميته القضيه ممكن، والله يا جماعه، لان النقص كله كان هيطلع، كل النقص اللي انت بتكرهه منهم كان هيطلع اكتر، وكان هيذلوك اكتر من ماتش السوبر الافريقي اللي بالمناسبه هو حقهم يكسبوه. انما الماتش ده مش حقهم يكسبوه، انت ما جيتش يا ابني، انت كزملكاوي اساسا ما جيتش، انا غسلتك، انا كويتك، انا دست عليك في الماتش، انت ما جيتش. بتكلم بحرقه وبتكلم بغل حقي عشان انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. البني ادم ده المدعو محمود عبد الرازق شيكابالا لو كان حط الكرة دي كنا هنشوف ايام سودة اقسم بالله. وهي بينالتي في الاول في الاخر، ضربه جزاء، ما عملش حاجه، نزل بيلعب عال واقف مش قادر. بس لا، ندعي تاني ونقول ربنا يا ابني يمد في عمرك كرويا باذن الله رب العالمين، وتلعب ل 50 55 تبارك. حبيبي يا شيكا، حبيبي يا شيكا، حبيبي يا شيكا. اوبا ضيعها. اول ما ضيعها بدا، ولاول مره من ساعه ما بدانا ضربات الجزاء او ركلات الترجيح معاهم في الماتش ده، انا كنت كومبليتلي فكره ان احنا هنكسب دي مش في دماغي خلاص. هما متخصصين، وجوميز سحبك وشدك للحته دي عشان هو متخصص فيها وبيعملها كويس. اول ما المدعو محمود عبد الرازق شيكابالا ضيع الكوره، والله من اول خلاص كان فاضل مثلا بتاع 30 ثانيه والماتش يخلص، خلاص بقى في ضربتين كمان هنخلص يعني، انا حسيت ان احنا خلاص
البطوله دي بتاعتنا وربنا كاتبها لنا، وقد كان دخل حسين الشحات اللي هو واحد يعني عمل واحده من اسوأ مبارياته بالمناسبه في خلال ال 120 دقيقه وحطها حلو قوي. وبعد كده دخل الكابتن النجم الخلوق عمر جابر، الخلوق المحترم ابن الناس المتربي، عمر جابر. والله يا عمر يا جابر، شوف انا اهلاوي ويعني عايز اقول لك، مش عايز اقول كلام مش صح يعني، بس انا اهلاوي قوي. ويعني بص اشوف العمى وما اشوفكوش بتكسبوا، بس انا بحبك يا عمر جابر. لا ده بجد بقى، مش طريقه خالص ولا تحفيل ولا تنطيط ولا زيطه، لا عمر جابر يا جماعه بني ادم محترم جدا جدا جدا. وكان نفسي حد تاني غيره هو اللي ضايع الضربه الاخيره. كان نفسي شيكا المدى ومحمود عبد العزيز شيكابالا الاسطوره، بس هو كده خدمنا عموما يعني. احنا يعني هنبقى طماعين ليه؟ ما الراجل ده عليه ضربه جزاء. حبيبي يا شيكا، حبيبي يا شيكا، حبيبي يا شيكا. المهم دخل عمر جابر حطها في العارضه، واعلن بذلك فوز النادي الاهلي السوبر المصري. يا ريت كان السوبر الافريقي، يلا الحمد لله السوبر المصري المره ال 15 في تاريخه. الحمد لله رب العالمين على الفوز. عندي بقى شويه تقييمات للعيبه. محمد الشناوي اديك 9 من 10، عملت ماتش هايل، ثبات انفعالي هايل، غل كروي مفيد هايل. الغل يا جماعه، التركيز اللي انت زي ما هو اتكلم حتى بعد الماتش، انا نازل حاطط في دماغي ان انا هكسب فرقتي، والجمهور ده مش هيرجع زعلان، والجمهور اللي في مصر مش هيزعل تاني ويتقهر تاني. محمد الشناوي 9 من 10، عطيه الله 8 من 10. واحده من اقوى مبارياتك. لما بتكون حلو بنقول عليك حلو، لما بتكون قليل بنقول عليك قليل. انت بتلعب على علي معلول المصاب اللي هو بالنسبه لي اسطوره النادي الاهلي في الوقت الحالي وبموت فيه بعد ابو تريكه، ودي قلتها قبل كده، بس حقك يا باشا تاخده. 8 من 10، عملت ماتش كويس قوي. رامي ربيعه 6 من 10. ياسر ابراهيم 8 من 10. انت غلطت في كوره بس الحمد لله ربنا سترها معانا، بس انا مش بقيم على كوره، انا بقيم على اداء يعني في المجمل. 8 من 10، عملت ماتش هايل، روحك هايله. والحته بتاعت ناصر منسي الاسطوره لما قلت له انت مجنون يالا عجبتني قوي. فانا اقول لك حاجه 9 من 10 عشان الحته دي. انا اسف يا كابتن ياسر، 9 من 10. نيجي بقى النجم النجوم اكرم توفيق. بص يا اكرم، هقولها واعيدها وازيدها. انت لو بص هو الكمال لله، بس انت لعيب عالي قوي 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 قوي، وبتلعب باك رايت هايل وبتلعب نص ملعب هايل، بس لا بالوضع ده انت هتثبت رجلك هنا ومحدش هياخد المركز ده منك. ممكن عمر كمال ينزل كبديل، يلعب هاف، يروح شمال، ده موضوع تاني. انما اكرم توفيق يا جماعه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللي كان بيجي له بيحطه في جيبه. ناصر ماهر جيبي يلا تعالى، مش هالك ده ولا مش لاك ده، يلا جيب التاني تعالى. ميه ونور، قاطع ميه ونور. الله اكبر يا اكرم. 9.5 من 10 يا ابني. ربنا يحميك ويهديك. يهديك ليه؟ عشان تهدى شويه في الملعب، عشان انت الباور عالي قوي. ربنا يا رب يحفظك. اهدى شويه، اهدى شويه عشان الانذارات والطرد والحاجات دي. مروان عطيه 10 على 10 بس كتقييم نديك 7. كوكا 10 على 10 بس كتقييم نديك 8 من 10. مين تاني؟ امام عاشور 2 من 10، ما كانش حلو خالص. حسين الشحات 1 من 10. طاهر محمد طاهر 8 من 10، عمل ماتش عمره. طاهر محمد طاهر كان عالمي. الله اكبر يا طاهر، ربنا يحميك ويحفظك لمستواك. وسام 5 من 10، وكنت ممكن تبقى اعلى من كده بكتير، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. عمرو السولية عمل ماتش حلو قوي على فكره بالمناسبه، نزل ظبط نص الملعب، عمل اتزان شويه كده في حته الحد اللي بيعرف يطلع كوره صح. عمرو السولية 7 من 10، عمل ماتش كويس، برافو. قفشه 2 من 10. محتاج تراجع حساباتك فنيا انت وامام عاشور. جماعه الاهلي من غير بلاي ميكر فايق قليل قوي قوي قوي، محتاجين كمان هافات فايقين، ومحتاجين فيرود تاني يساعد وسام ابو علي. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي الجميل، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي المحترم. احنا الاهلي انت مين تاني؟ احنا الاهلي انت مين؟ احنا الاهلي انت مين؟ السلام عليكم.